وسهلا بكم مع صوت الملعب والقلعه الحمراء والاخبار السريعه مع المارد الاحمر. هنشوف حكايه صفقه امام عاشور اللي هي ب6 مليون دولار اي ما يعادل 300 مليون جنيه مصري، وهنشوف ازاي الاهلي حسم صفقه النجم التونسي محمد علي بن رمضان والنجم اشرف داري النجم الدولي المغربي الاسطوره. الف مبروك للنادي الاهلي على حسم صفقه محمد علي بن رمضان. زي ما قلت لكم يا جماعه قبل كده، الاهلي دايما بيفرح جمهور القلعه الحمراء، دايما مهتميه بكل حاجه، والاهلي دايما يا جماعه بيدعم صفوفه من اجل استمرار حصد الالقاب للموسم الجديد. وكان الاهلي قد حسم صفقتين قبل كده الصيف ده، التعاقد مع يوسف ايمن المدافع النجم الكبير يوسف ايمن مدافع الدحيل القطري، والمغربي يحيى عطيه ظهير ايسر سوتشي الروسي. الف مبروك يا جماعه للنادي الاهلي على حسم صفقه اشرف داري. حسمت اداره النادي الاهلي صفقه ضم اشرف داري مدافع نادي بريست الفرنسي خلال الساعات السابقه. اكدت المجله الفرنسيه ان الاهلي توصل لاتفاق مع بريست لضم اللاعب وان قيمه الصفقه لن تقل عن 2 مليون دولار. واشارت المجله الى ان هناك بعض التفاصيل الصغيره متبقيه من اجل انتقال اشرف داري للمارد الاحمر، ولكنه سيصل القاهره قبل نهايه الاسبوع للتوقيع مع النادي الاهلي. وكان والد اشرف داري اكد ان اليوم نجله اقترب من الانتقال للنادي الاهلي بعقد لمده 4 سنوات. الف مبروك يا جماعه للنادي الاهلي على النجم الدولي المغربي اشرف داري. النجم المدفعجي امام عاشور. الاهلي يرفض رحيل امام عاشور. امام عاشور تلقى امام عاشور لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر عرضا مغريا جدا من احدى الانديه السعوديه خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه، وجاء العرض السعودي للتعاقد مع امام عاشور مقابل 6 مليون دولار يحصل عليها النادي الاهلي اي ما يقارب 300 مليون جنيه مصري، وذلك بخلال راتب اللاعب. وتحدث وكيل لاعبين المصري مع امام عاشور عن رغبه النادي السعودي في الحصول على خدماته في الموسم المقبل. والقى عاشور الكره في ملعب الاهلي الذي رفض الفكره من الاساس، حيث رفضت اداره النادي الاهلي لان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق سبق وحسم موقفه من رحيل امام عاشور في الموسم المقبل. واكد كولر انه من المستحيل ان يوافق على رحيل امام عاشور لان امام عاشور احد اعمده الفريق الاساسيه. كده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.